السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جيتكم اليوم بنوفيل فيديو خفيفه ظريفه، على خاطر حبست لي التليفون ومانيش نصور. لا يمثلكم شويه مقتطفات من يومياتي، حبيت نشاركها معكم هكذا ما نغيبش عليكم. كما تعرفوا احنا الولاد راهم في عطله، يسمى نوض الصباح ندي الوقت باه ندير لهم فطور مليح. طيبت هذا البانكيك، الوصفه تاعو تسخف. دوك نكتبها لكم في صندوق الوصف تلقاوها. البنات يجي اون مسكوت هذوك تشوفوه في لا فيديو كي نقطعوا معكم تشوفوه واش خفيف، والله يذوب في الفم. يعني مالفه نجرب وصفات، بصح هذه ملي جربتها خلاص ما نزيدش نجرب حتى وصفه. جربوها وقلبوا لي الخبر. انا ندير بها البانكيك وندير بها لي غوفر ثاني، تصلح ليهم في زوج. تهبل. شوفوا دوك نقسمو معاكم، شوفوا كيفاه يجي مقطن وهشيش وخفيف يسخف، قد ما تاكلي منه ما تشبعيش. هذو اللي يديروا ريجيم غير ما كان ليه، ما ننصحكمش تجربوا الوصفه لا خاطر رايحين تخلصوها. وهنا بعد الفطور رحت كنت في الليل ديجا طيبت هذا الماء تاع القرنفل. نغلي الماء ونلوح فيه هكذا حفنه تاع قرنفل ونخليه حتى يتبدل اللون تاعو. راه مليح بزاف للشعر هذا البنات، جربوه تشوفوا. انا نديرو بريسك تو لي جور الصباح هكذا، سورتو كي تعود يعني الحال مليح وما كانش البرد، يعني الواحد ما يمرضش كي يشمخ شعره. دايما يا والله تعود ريحه الشعر ديجا تسخف. وزيد ما نحكيكمش على الطول يطول ويغذي. وهذا ثاني مرة ثاني انا دايما ما نطيشوش، دايما نديرو فيه فابوريزاتور هكذا. دي فوا نرش به وجهي، دي فوا نديرو شعري ثاني. والبنات اللي يحبوا يديروه ماسك يزيدوا له النشا ويقعدوا يخلطوا حتى تولي اون كريم. هذيك لا كريم ابليكيها في شعرك وقعدي بها نص ساعه والله. ثاني تغذي الشعر وترطب ويولي يبرك كي تاع الشناوه يا اخي. تعرفوهم باللي هنا شاركت معكم طلبيه تاع زبونه هكذا البيبي شاور، هنا يديروا بزاف لي بيبي شاور. شاركتها معكم على السريع هكذا، عطيوني رايكم فيها مليح الالوان. ومن بعد رحت ديريكت بما انه بدا الربيع وسمو قلت نغسل الزربيه تاعي باه نهزها. كيما على بالكم حنا في فرنسا هنا ما عندناش وين نغسلوهم، غير لا ديتيهم لافاج وقداش تستقام لك اكثر من ما تشريها. يحسبوا بالمتر كاري وكتعود الزربيه كبيره بزاف، تستقام لك بزاف. يسمى من الاحسن تشري الاله هذه اللي نغسلوا بها لي طابي والفوتيات والزرابه، تستقام لك بيان وافيكاس ثاني. المهم هنا ثاني يا اخي، انا الاشغال الادويه اليدويه قصه عشق لا ينتهي. هكذا حبيت شفت واحد الموديل هكذا يبيعوه برا هكذا يدور ميم يديروه في تيك توك في هذو لي موبل هذو اللي جايين، لي موبل تاع لي نيش هكذا كما راكم تشوفوا فيهم هذا الاشكال. يا قلت والله غنخدموا فيه قداه نهار قداه يوم وهو في راسي، قلت لازم نجربو تاش. وفينالمون جربته، رحت جبت هذا الكارطون هكذا لقيته من عند ان فلوريست تحت، يجيب هكذا لي فلور بلي تيج طوال. يسمى واش كنت حابه قد جاي موشي عريض بزاف وطويل هكذا. حابه ندير هكذا موبل ندير فيه لا ديكو او ميم طون موديرن. حنا هذو يتباعوا عندنا غاليين بزاف. وهنا الاشكال رسمي بوش عندك كيما لا غوندي هكذا، عندك سيغ تيت طبسي صغير انتي وكيما نقولوا افكارك. هنا ديريكت باللوحه تاع المطلوع هاني جبت ندير هاد لا غوندي كبير هكذا، ولازم يجيو اشكال متناسقه ومليحه. ومن بعد بالكيتور قصيتهم اكل. وجبت ثاني هذه البيستولي كول. وثاني الكارطون ديروه قد العرض تاع العلبه هذه، ديروا الكارطون وتبداو تلصقوا حتى تكملوها كومبلي. والله هايله يعني اللي عنده لا باسيونس ويحب هكذا الاشغال اليدويه وديري ديكور لدارك هكذا باشياء بسيطه ومودير ما تستقامش مره. شوفوا كي تخلص كيفاه تجي هكذا. هذا الغطاء تاعها. هنا كملتها درت لها هذيك السكوتش اللي نديروه في لا بينتور، السكوتش هذاك تاع الكاغط ماشي تاع النيلو هكذا، باه يجيني فينيسيون مليحه في لي زاغوندي في لي بواط كما راكم تشوفوا. وهنا جبت لوندوي باش نهي شويه ثقيل هكذا، درت فيها كومبلي هكا في الحواشي في
نو والله اللي يشوفها يحاول يقولوا لي اون ديغي مشرية، قولوا لي رايكم مليحة يعني جبتها. دوك نحط لكم الموديل باه تشوفوا نورمالمون راكم شايفينهم هادو راهم عندهم وقت ملي يخرجوا. هنا خليتها تنشف وقلت نكملها إن شاء الله وراح نكمل معكم الطريقة. وهذه هي إن شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو كيما قلت لكم. التليفون تكسر لي دوك نشري واحد جديد ونولي نعاود ندير لكم لي فيديو إن شاء الله. ما تنساوش لايك وكومونتير وتابونيو في لاشين باش تكبر قناتنا وتحفزوني باش نزيد ندير لكم ونشارك معكم أفكار وهذه هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.